بيكم في هيروسكوب، القناة اللي بتقدم لكم كل جديد عن عالم الفلك والطاقة وتوقعات الأبراج. النهاردة هنتكلم عن توقعات كل الأبراج لشهر سبتمبر بالتفصيل. هنشوف إيه الفرص اللي ممكن تستغلوها وإيه التحديات اللي محتاجين تاخدوا بالكم منها، سواء في الحب أو الشغل أو المال أو حتى طاقتكم وعلاقتكم. ركزوا معانا للآخر لأن كل برج ليه أسرار خاصة ونصايح هتفيدكم جدا الفترة دي. يلا بينا نبدأ ونشوف الدنيا مخبية إيه لكل برج. أهلاً بيكم في قناة هيروسكوب، بيتكم الأول لعالم الفلك وتوقعات الأبراج. لو لسه جديد معانا ما تنساش تشترك وتفعل الجرس عشان توصلك توقعاتك أول بأول. برج الحمل، توقعات شهر سبتمبر 2025. الحب، شهر سبتمبر بيجي ومعاه موجة دفى في حياتك العاطفية يا برج الحمل. لو أنت مرتبط، في لحظات رومانسية هتخليك تحس إنك بتعيش فيلم حب حقيقي. المواقف الصغيرة هتفرق معاك بشكل كبير، كلمة حلوة أو حضن في وقتك الصح هتعمل فرق. أما لو أنت سنجل، في فرصة مقابلة شخص يلفت نظرك جداً، بس لازم تكون مفتح وتسمع لقلبك وعقلك في نفس الوقت. الكواكب بتشجعك إنك تتكلم بصراحة وتعبر عن مشاعرك من غير لف ودوران. العمل، في الشغل، سبتمبر بيحملك تحديات ومهام كبيرة، لكن عندك طاقة رهيبة هتمكنك تعديها. في برج الثور، توقعات شهر سبتمبر 2025. الحب، سبتمبر بالنسبة لبرج الثور بيحمل طاقة عاطفية هادية لكنها عميقة. لو أنت مرتبط، الفترة دي هتكتشف قديه شريك حياتك واقف في ظهرك وبيقدر مجهودك. فيه أوقات رومانسية صغيرة لكن مؤثرة، ممكن تبقى خروجة بسيطة أو سهرة هادية في البيت، لكن هتكون مليانة مشاعر دفى وحب. لو في خلافات حصلت الفترة اللي فاتت، سبتمبر هيديك فرصة تصلح الأوضاع وتفتح صفحة جديدة. أما لو أنت سنجل، الكواكب بتبشرك بفرصة مقابلة شخص جديد في مكان غير متوقع، يمكن عن طريق شغل أو صديق مشترك، لكن أهم حاجة إنك تكون منفتح للتجربة. العمل، شهر سبتمبر هيكون مليان نشاط ومسؤوليات في الشغل، لكن أخبار حلوة جاية لك. في فرصة إنك تتولى مشروع مهم أو تظهر في موقف يبرز قدراتك قدام الكل. النجاح هيجي من التنظيم وحسن إدارة الوقت، فحاول ما تأجلش شغلك وما تستسلمش لأي كسل. ممكن كمان يظهر عرض شغل أو شراكة جديدة، فخليك جاهز أو حتى تجرب نشاط جديد مع شريكك، وده هيقربكم من بعض أكتر. لو كان في سوء تفاهم أو برود الفترة اللي فاتت، الشهر ده مناسب جداً عشان تفتحوا قلوبكم وتتفاهموا بهدوء. أما لو أنت سنجل، فالأجواء الفلكية بتقول إنك هتجذب أنظار ناس كتير الفترة دي، وممكن يكون في أكتر من شخص مهتم بيك، لكن النصيحة إنك تختار بعقلك قبل قلبك عشان ما تندمش بعدين. العمل، على الصعيد المهني، الجوزاء هيكون في قمة النشاط، ممكن يوصلك عرض شغل جديد أو مشروع جانبي هيفتح لك أبواب رزق جديدة. كمان في فرصة تتعلم مهارة جديدة أو تبدأ كورس هيفيدك في شغلك. الفترة دي هتحتاج منك تنظيم وقتك كويس جداً لأنك هتكون مشغول بين أكتر من حاجة. حاول ما تضيعش وقتك في التفاصيل الصغيرة وتركز على المهام الكبيرة اللي هتفرق معاك في مستقبلك. المال، الوضع المالي مستقر نسبياً، لكن محتاج إدارة واعية. في دخل إضافي ممكن يجي من عمل حر أو مشروع جانبي، لكن برضو في نفقات غير متوقعة، خصوصاً في العلاقات العاطفية. لو أنت مرتبط، هتحس إنك محتاج وقت أكتر مع شريكك بعيد عن الضغوط والالتزامات اليومية. في فرصة لإعادة إحياء الرومانسية من جديد عن طريق الخروج مع بعض أو حتى الحديث عن أحلامكم المستقبلية. لو كان في توتر في العلاقة الفترة اللي فاتت، الكواكب بتدعم المصالحة والنوايا الطيبة. أما لو أنت سنجل، فالفترة دي مناسبة للتعرف على شخص جديد من خلال دائرة أصدقاء أو في مناسبة اجتماعية، لكن حاول ما تكونش متسرع وتاخد وقتك عشان تعرف الشخص كويس. العمل، الشهر ده هتحس بزيادة في المسؤوليات، لكن ده مش شيء سلبي، العكس، هي فرصة لإثبات نفسك وقدراتك. ممكن تترشح لمشروع جديد أو تاخد دور قيادي في فريق العمل. كمان لو أنت بتشتغل في مجال إبداعي أو فني،
الإلهام هيكون في أوجه، وهيجيلك أفكار مميزة ممكن تغير شكل شغلك. لو في مشروع قديم متأجل، سبتمبر هو وقت مثالي لإكماله أو إعادة إطلاقه. المال، الوضع المالي بيتحسن تدريجياً، في فرصة لزيادة الدخل سواء من خلال ترقية، علاوة أو حتى شغل إضافي، لكن لازم تاخد بالك من المصاريف خاصة في النص. الأسد هو شهر المشاعر العميقة، خصوصاً في النص الأول. لو أنت مرتبط، هتحس بزيادة التقارب مع شريك حياتك، وكأنكم بتبدأوا مرحلة جديدة فيها دعم وتفاهم أكتر. ممكن تخططوا لسفر صغير أو خروجة مميزة تسيب أثر جميل في العلاقة، لكن لازم تاخد بالك من حساسيتك الزايدة في النص التاني من الشهر، لأن ممكن أي كلمة تزعلك أو تخليك ترد بحدة. أما لو أنت سنجل، فالأبواب مفتوحة لمقابلة شخص يجذبك من أول لحظة، لكن لازم تخلي عينك مفتوحة وتشوف هل الشخص ده فعلاً مناسب ولا مجرد انبهار مؤقت. العمل، الفترة دي هتحس فيها إنك في سباق لكنك قادر تكسبه. في مشاريع هتبدأ أو تكمل وهتحقق فيها إنجازات تخليك مميز وسط فريقك. الكواكب بتدعم الإبداع والجرأة في اتخاذ القرارات، وده ممكن يفتح لك أبواب لم تكن تتوقعها. لو بتفكر تغير مجال عملك أو تبدأ مشروع خاص، سبتمبر وقت مناسب للبدايات الجديدة، لكن لازم تكون خطتك مدروسة كويس. توقعات برج العذراء لشهر سبتمبر 2025، ونشوف الكواكب محضرة له إيه. برج العذراء، توقعات شهر سبتمبر 2025. الحب، سبتمبر بيجي ومعاه طاقة رومانسية خاصة جداً لبرج العذراء، خصوصاً في النص الأول من الشهر. لو أنت مرتبط، هتلاقي نفسك مهتم أكتر بالتفاصيل الصغيرة اللي بتفرح شريك حياتك، زي هدية بسيطة أو رسالة صباحية. ده هيقوي العلاقة بينكم بشكل كبير. ممكن كمان يحصل نقاشات هادية تحل مشاكل كانت معلقة بقالها فترة. في النص التاني من الشهر، لو حسيت ببعض الفتور أو الانشغال من الطرف الآخر، حاول تكون مرن ومتفهم بدل ما تاخد الأمور بحساسية. أما العذراء السنجل، ففي فرصة لمقابلة شخص جديد من خلال دايرة أصدقاء أو مناسبة اجتماعية، والشخص ده ممكن يكون أقرب لروحك مما تتخيل. العمل، سبتمبر هو شهر التخطيط والتنظيم لبرج العذراء. هتحس بطاقة عالية تدفعك لإنجاز المهام اللي كنت مأجلها. هيكون عندك قدرة على حل المشكلات بطريقة عملية وهادية، وده يخلي رؤسائك وزمايلك يثقوا فيك أكتر. النص الأول من الشهر مناسب جداً للانتهاء من المشاريع القديمة، أما النص التاني فهو وقت مثالي لبدء مشروع جديد أو تطوير فكرة قائمة. لو بتدرس أو بتتعلم حاجة جديدة، شهر سبتمبر بيحمل لبرج الميزان طاقة رومانسية عميقة، خاصة في النص الثاني من الشهر. لو أنت مرتبط، هتحس إنك عايز تعيد إحياء الشغف بينك وبين شريك حياتك. ممكن تخططوا لسفرية قصيرة أو خروجة مميزة تحسسكم بالتجدد. في النص الأول من الشهر يمكن تدار بعض الخلافات الصغيرة بسبب ضغوط الحياة، لكن روحك الدبلوماسية هتخليك تعرف تحلها قبل ما تكبر. بالنسبة للميزان العازب، في فرصة كبيرة لمقابلة شخص يلفت نظرك بشكل غير متوقع، يمكن من خلال العمل أو مناسبة اجتماعية. الشخص ده هيكون مختلف عن كل توقعاتك. العمل، شهرك مليان نشاط وهتحس باندفاع قوي لإنجاز المهام. النص الأول من الشهر هتكون مشغول بمشاريع قديمة أو ملفات متأخرة، أما النص الثاني فهو وقت انطلاقة جديدة لمشاريع إبداعية أو شراكات جديدة. وجودك وسط فريق أو مجموعة هيساعدك تحقق نتائج أفضل. لو بتفكر تغير شغلك أو تبدأ مشروعك الخاص، الكواكب بتديك ضوء أخضر تبدأ تخطط بجدية. المال، الوضع المالي بيبدأ يتحسن. توقعات شهر سبتمبر 2025. شهر سبتمبر هيكون شهر مليان مشاعر متقلبة، لكن في نفس الوقت مليان فرص إنك تصلح حاجات كانت عالقة في حياتك العاطفية. لو أنت مرتبط، هتحس إنك عايز تقرب أكتر من شريكك، لكن ساعات ممكن تبقى حساس زيادة وتفسر كلامه غلط.
النص الأول من الشهر هيكون فيه اختبارات صغيرة لمدى ثقتكم في بعض، بس النص التاني هيحمل انسجام وتجديد. أما العزاب من برج العقرب، في احتمال كبير تقابل حد يغير نظرتك للحب، خصوصاً في مكان غير متوقع زي سفر أو مناسبة اجتماعية. عمل. شغلك في سبتمبر محتاج منك صبر وتركيز. في مهام هتطلب جهد أكبر من المعتاد، لكن في المقابل هتلاقي تقدير من رؤسائك أو عملائك. النص الأول من الشهر هيكون فيه ضغط لإنهاء ملفات قديمة، لكن النص التاني هيفتح لك باب لمشروع جديد أو ترقية. لو بتدور على شغل، في فرصة تجيلك فجأة عن طريق شخص تعرفه من زمان. برج القوس، توقعات شهر سبتمبر 2025. الحب. شهر سبتمبر بيحمل ليك يا قوس أجواء عاطفية فيها حماس، بس برضو فيها شوية ارتباك. لو أنت مرتبط، ممكن تحس إنك محتاج مغامرة أو تجديد في العلاقة، وده وقت مناسب تخطط لرحلة أو نشاط مختلف مع شريكك. فيه مواقف صغيرة هتختبر صبرك، لكنك هتعرف تتخطاها بروحك المرحة. أما العزاب، فده وقت مثالي للتعارف من خلال السفر أو النشاطات الجماعية. فيه احتمال كبير تقابل حد يشبهك في التفكير وحب الحياة. العمل. في الشغل سبتمبر هيكون فيه فرص توسع ونمو. النص الأول من الشهر هتحس إنك مضغوط شوية بمهام كتير، لكنك هتقدر تخلصها وتبدأ تركز على أهداف أكبر. ممكن يوصلك عرض شغل جديد أو مشروع جانبي يكون مربح. لو شغلك مرتبط بالسفر أو التسويق أو التعليم، هتحقق نجاحات واضحة. المال. الوضع المالي فيه تحسن ملحوظ مع نهاية الشهر. النص الأول محتاج تكون حذر من المصاريف العشوائية، لكن الجدي. توقعات شهر سبتمبر 2025. الحب. شهر سبتمبر هيخليك يا جدي تعيد حساباتك في حياتك العاطفية. لو أنت مرتبط، في فرصة إنك تفتح مع شريك حياتك مواضيع مؤجلة أو تحطوا خطة مشتركة للمستقبل. بعض اللحظات ممكن تكون حساسة وتحتاج هدوء وحكمة منك. لو أنت أعزب، الكواكب بتشجعك تكسر الروتين وتسمح لنفسك تخوض تجربة جديدة. في شخص هيدخل حياتك عن طريق عمل أو مناسبة اجتماعية، وهيكون ليه تأثير قوي على قلبك. العمل بالنسبة لك هذا الشهر هيكون في مرحلة البناء. أنت مش بس بتخلص مهامك، لكنك بتحط أساس قوي لمشاريع أو خطط هتثمر في الشهور الجاية. رؤسائك لو شركائك هيلاحظوا التزامك، وده ممكن يفتح قدامك باب ترقية أو مسؤوليات أكبر. لو عندك مشروع خاص، فده وقت ممتاز تحط فيه استراتيجيات واضحة وتبدأ تنفذها خطوة بخطوة. شوف برج الدلو في سبتمبر 2025. برج الدلو، توقعات شهر سبتمبر 2025. الحب. سبتمبر بالنسبة لك يا دلو هو شهر الإحساس العميق بالارتباط والانسجام. لو أنت في علاقة، هتلاقي إن في لحظات هدوء وجمال بينك وبين شريكك، وهتعرفوا تتكلموا بصراحة عن أحلامكم وخططكم الجاية. الفترة دي مناسبة عشان تحطوا أهداف مشتركة، سواء كانت سفر، مشروع، أو حتى تطوير حياتكم سوا. لو أنت أعزب، الكواكب بتشجعك تفتح قلبك وتكسر الحواجز، وهتلاقي إن في شخص مميز بيدخل حياتك غالباً عن طريق صديق أو وسط مجموعة جديدة. العمل. على مستوى الشغل، شهر سبتمبر هيديك إحساس إنك ماسك زمام الأمور. في مشروعات هتطلب منك أفكار مبتكرة وخارج الصندوق، وهنا هيجي دور إبداعك اللي بيخليك مميز. ممكن يجيلك عرض شغل أو فرصة تعاون مع جهة جديدة، والفترة دي هتكون بداية لمسار مهني أقوى. نصيحة: ما تخافش تعرض أفكارك، حتى لو حسيت إنها جريئة أو مختلفة. المال. الوضع المالي هيمر بمراحل مختلفة في سبتمبر. في البداية ممكن تحس إنك مضغوط شوية بسبب التزامات أو فواتير، لكن مع نص الشهر هتبدأ تحس بتحسن، خصوصاً لو جالك مصدر دخل إضافي أو أغلقت صفقة مربحة. 25. برج الحوت، توقعات شهر سبتمبر 2025. الحب. سبتمبر يا حوت جايب لك موجة مشاعر قوية، وهتحس إن قلبك مفتوح أكتر من أي وقت فات. لو أنت مرتبط، هتلاقي نفسك أقرب لشريك حياتك، وكأن الحواجز اللي كانت بينكم بتدوب واحدة واحدة. هيبقى فيه كلام صريح ومصارحة عميقة، وده هيقوي الرابط بينكم. لو أنت أعزب، في شخص هيشدك بأسلوبه واهتمامه بيك، غالباً هتقابله في بيئة عمل أو من خلال نشاط اجتماعي. حاول ما تترددش وتاخد الخطوة، لأن اللحظة دي ممكن تغير حياتك العاطفية. العمل. في الشغل، سبتمبر بيحملك فرص مميزة، خصوصاً في النصف الثاني من الشهر.
ممكن يجيك عرض جديد أو مشروع إبداعي هيخليك تبرز مواهبك. في البداية ممكن تحس إنك تايه أو محتاج توضيح، لكن مع مرور الأيام الصورة هتوضح وهيبقى عندك رؤية أقوى. حاول ما تتأخرش في تسليم المهام لأن في ناس منتظرة شغلك. المال. الوضع المالي في سبتمبر مستقر نسبياً، لكن لازم تكون حذر في الصرف. في أول أسبوعين ممكن تضطر تدفع مبلغ في حاجة مهمة، لكن بعد